مساء الفل. النهارده هكلمكم عن الحاجات اللي نستخدمها واحنا خارجين الصبح علشان تبقى بديل معانا للفاونديشن، بدل ما نفضل نستخدم فاونديشن يوميا بيجهد البشرة جدا وبيبوظ الدنيا. اول حاجه خالص لازم تعملوها وهي ان انتوا تنضفوا بشرتكم بحاجه يكون فيها وايتنينج زي ستار فيل. انا بستخدم دلوقتي الصابونه. انتوا اي غسول مثلا يكون تفتيح يعني بينضف وبيفتح تقدروا تستخدموه. بعد الغسول على طول اللي بترتاحوا عليه نستخدم اي مرطب. انا كان عندي السامبلز ده بتاع سيرافي فكنت بجربه، يعني حاليا بستخدمه. انتوا اي مرطب برضو بترتاحوا عليه استخدموه. في برضو المرطب بتاع بايوديرما حلوة قوي. نحاول ان المرطبات تكون مرطبات طبية. لازم نستنى ان المرطب ينشف خالص عشان نحط الخطوة اللي بعدها. ما ينفعش ان احنا نحط مرطب ونخرج من غير اي حاجة بعدها، يعني الاحسن انك ما تحطيش لكن تحطي مرطب وتخرجي كده. الموضوع بيكون وحش جدا وبيغمق كمان. بعد المرطب على طول بقى تيجي الخطوة المهمة اللي هي بتاعة الصن بلوك. الصن بلوك ده انا كنت جايباه اكياس كده عشان كنت عايزة اجربه الاول. طبعا في منه علبة كاملة في حدود تقريبا 110 او 150، يعني مش فاكرة، بصوا هي 100 وحاجة. المهم ان بتاع بوبي ده حلو وفيه تنتد، يعني بيكون فيه لون زي الفاونديشن. بتحطيه وبيحط زي لون خفيف كده على البشرة. اللون ده مش غامق ومش فاتح قوي، يعني بصراحة بيمشي مع كل البشرات. فانتوا ممكن تجيبوه برضو وتجربوه. قبل بقى الموضوع ده نحاول ان احنا كل يوم بالليل نستخدم كريم تفتيح زي برضو ستار في الوايتنينج ده او اي كريم تفتيح انتوا بتحبوه يعني. اي صن بلوك برضو فيه تنتد هيكون معاكم حلو قوي. ان هو يكون فيه لون زي الفاونديشن، خصوصا ان هو بيكون فيه كمان مرطب، فالموضوع بيكون كويس جدا. واي كريم تفتيح كده من بالليل عشان بس يكون مدينا نضارة. اي نوع برضو زي ما انتوا حابين. بعد كده بقى احنا حبينا ان احنا نستخدم حاجة تانية، حسينا ان البشرة لسه مجهدة، ممكن ان احنا نحط كونسيلر كده على الوش كله، يعني بنمشيه على الوش كله، ما بنستخدمهوش على العين بس لان الشكل هيكون غريب جدا، والاحسن برضو ان احنا ما نحطش اي حاجة. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة. استنوني في الفيديو الجاي.